النهارده انا جبت لك البحر في ازازه، عطر اكوا دي جيو. لو انت ما تعرفوش خليك معايا واقول لك حكايته. هو قصته غريبه شويه بس حلوه. تخيل معايا كده واحد ناجح بس زهق من كتر النجاح، قرر ياخد اجازه، بس ما خدهاش في اي مكان عادي، خدها في جزيره اسمها بنتيليريا. جزيرة ما فيهاش أي نوع من أنواع الرفاهية ولا أي حاجة. بحرها مش أزرق رومانسي، بحرها عنيد، صخرها أسود. يعني اختار بالظبط الأجازة اللي أي حد طبيعي كان هيقول عليها شكرين يا باشا مش عايزين. كان واقف على الشاطئ، حس بحاجة غريبة كده، حاجة طازة، مالحة، دافية ونضيفة، والهوا خبط في وشه. ف حس الحاجات دي كلها مع بعض وقال الجملة اللي اخترعت العطر بقى. قال ليه ما حدش عمل عطر يتحس نفس الإحساس ده؟ بس هي المشكلة ما كانتش هنا. هي المشكلة كان ماشي، انت عندك إحساس، عندك فكرة، وعندك جزيرة كاملة جوه دماغك، بس هتحول الفكرة دي لعطر ازاي؟ ولأن المشكلة أصلا إن البحر ما كانش ليه ريحة واحدة، الصبح غير الظهر غير الغروب. والجزيرة دي تحديدا كان فيها حاجة زيادة، في الهواء والصخر والإضاءة. كان في حاجة تتحس بس ما بتتوصفش. بس هو لجأ للعطار الصح، ألبرتو مورياس. هو برضه ما كانش مجرد عطار، ده كان واحد بيترجم مشاعره لريحة. مورياس بقى يا سيدي حط التاتش بتاعه. هو ما عملش ريحة البحر، هو عمل ريحة الهوا اللي فوق البحر. بدأ بالبرجموت الكاليباري، ضربة حمضيات نظيفة كده تفتح لك المشهد. بعدها النيرولي، بعدين دخل اللاعب الغامض الكالون. الكالون ده يا سيدي بيحسسك ان انت قاعد في البحر وفي موجة داخلة عليك، وبعدين الدنيا هدت. فانت عارف انت الريحة دي او الاحساس ده بقى الكالون. بعدها ياسمين، روزماري، وطبقات خفيفة كده بتدي عمق للعطر من غير ما يتقل معاك. وطبعا أضاف الباتشولي والمسك والعنبر عشان العطر يقعد ويطول معاك. والنتيجة اختراع، حاجة فوق الوصف. وتم طرح العطر لأول مرة سنة 1996، ورد الفعل كانت العطر جميل، بس ما كانش فيه ضجة كبيرة. العطر نزل في وقت ما كان فيه عطور قوية جدا وليها اسمها كانت موجودة، بس عطر اكوا دي جيو كان بيقول انا موجود ولكن بصوت هادي شوية. كان عامل بالظبط زي الطالب الشاطر اللي قاعد هادي في الفصل، محدش واخد باله منه، بس كان شاطر، واول ما يتكلم الكل يسكت. وبعدها بشوية بقى العطر بدأ ينتشر، ولا في إعلانات ولا أي حاجة. هي بس كانت كل القصة حد يشمه، يسأل إيه العطر ده، فيجاوب عليه، فيحبه، فيشتريه، فيجي غيره يشمه، فيعجب بيه، فيسأله إيه العطر ده، فيجاوب. عامل زي العدوى كده. ومن 2002 ل 2007 بقى في كل حتة في العالم، في الجامعة، في الشغل، في الخروجات، في أي مناسبة لازم تلاقي فيها العطر ده موجود. وفي مصر بقى ما كانش فيه ولا خطوبة ولا فرح ولا أي خروجة فيها مجموعة شباب إلا وتلاقي حد منهم بيستعمل أكوا دي جيو. وسنة 1998 أخد جايزة عطر السنة. وكل البراندات حاولت تقلد الفكرة بتاعته، بس كلهم ما نجحوش. مش علشان ما عرفوش يعملوا الوصفة، هم قربوا من الوصفة العطرية الخاصة بأكوا دي جيو، بس ما اتعملتش بنفس الإحساس. ما عرفوش يوصلوا لنفس الإحساس اللي اتعمل بيه العطر. علشان كده هو كان متميز عن باقي العطور. ودلوقتي في سنة 2026 اكوا دي جيو لسه بيتباع، ولسه في ناس بتكتشفه لأول مرة، ولسه في ناس أول ما تشمه ترجع لذكرى معينة. ولحد النهاردة العطر ده لسه موجود بسبب سؤال واحد بس: ليه محدش عمل عطر يتحس كده؟